حاجات مهمة عملناها مع فينو عشان يعرف ازاي يمشي وفليش. اول حاجة ابتدينا بالاوبيدينس والبوند اللي بينه وبين المدرب، انه يبقى مركز معاه في مواقف مختلفة لو الناحية التانية في كلاب تانية، بس لازم يبقى مركز مع المدرب. وابتدينا بليفت لان الكلب كان بيحب الاكل جدا وبيحب الكور، لان هو ميسي الجاي. هتلاقوا ان هو قاعد ستي، بنرمي كورة مينفعش يجري ولا يروح وراها غير لما نسمح له يبص على المدرب ويجري يلعب. بس زي ما فينو ميسي الجاي، كان مهم جدا ان احنا نعلمه امتى يلعب وامتى لا. فكان يسيب الكورة ولازم يرجع ويقعد في المكان بتاعه اللي هو بليز هادي وملوش دعوة بالمواقف التانية. وعلشان فينو طاقته عالية، ابتدينا ان هو لازم يعوم ويلعب مع كلاب تانية عشان شخصيته تبقى اجرأ ويعرف يتعامل في مواقف مختلفة. الاجيليتي مهمة جدا ليه علشان طاقته عالية، ولازم يتعلم ان هو يطلع على حاجات مختلفة، وده بيديله ثقة بنفسه وخصوصا لو سنه صغير. ودي النتيجة اللي تقدر توصل بيها لو ابتديت تركز على جسم الكلب ان يطلع طاقته، عقل الكلب ان هو يتعلم حاجات جديدة، والحب ان هو يبقى بينك وبينه بوند فيجيلك ويكون مبسوط. ومن هنا تقدر تمشي بيه وفليش في مواقف مختلفة حتى لو سنه صغير.